هقول لك النهارده على اكبر كدبتين الناس عايشه فيهم بقالهم سنين كبيره قوي. وجبه الفطار اهم وجبه في اليوم، ولازم تفطر عشان تحرق الدهون بتاعتك لو انت بتعمل دايت. وتاني حاجه ان انت تشرب ميه كتيره قوي عشان تحرق الدهون وتنزل الكرش وتعمل الكلام ده كله. احب اقول لكم النهارده ان دول اكبر كدبتين الناس عايشه فيهم بقالهم سنين. يعني ايه؟ اول حاجه موضوع ان انت لازم تفطر كويس. الكلمه دي او ان انت لازم تفطر عموما، الكلمه دي معموله من شركه امريكيه كانت بتصنع المخبوزات في امريكا من سنه 1938. وفضلت الكذبه دي تنتشر والبروباجندا دي تنتشر طبعا مع الميديا الامريكيه، وبدات تبقى في العالم كله لدرجه ان الناس صدقتها، وهي اصلا ملهاش اي كلمه من الصحه او ملهاش اي اساس من الصحه. انت ممكن ما تفطرش وتحرق دهون اسرع من ان انت تفطر، وممكن كمان ان انت تحرق من غير حتى ما تاكل. يعني احنا في الصيام سبحان الله انت بتحرق، يمكن انت ممكن ما تاكلش، يعني انت كمان لو انت في الشتاء وكده ممكن ما تتسحرش وتحرق دهون كويسه جدا. تاني حاجه الناس اللي بتشرب ميه بشكل مهول وتقول لك عشان اغسل الكلى او ان انا انزل الاملاح اللي في جسمي. احب اقول لك يا جماعه ان انتوا لما بتشربوا ميه كتير بيجي لك خطرين اكتر من بعض. اول حاجه اسمها تسمم الميه عياذا بالله، وده بيؤدي للغثيان وبيؤدي ممكن للوفاه. تاني حاجه ان انت بتعمل هيدك على الكلى جدا، بتعمل ضغط على الكلى وبتعمل ستريس جامد قوي على الكلى بتاعتك، بحيث ان انت عمال تديها في ميه والميه دي لازم تقعد تتكرر في الكلى، والكلى انت كده بتحملها فوق طاقتها. ده غير ان انت بتنزل الاملاح والصوديوم اللي انت جسمك محتاجه. انت كده بتنزل الاملاح اللي جسمك فعلا دي املاح نادره. بالنسبه للبوتاسيوم المغنيسيوم الصوديوم دي اسمها املاح نادره، انت جسمك ما بيقدرش يصنعها، انت لازم تجي لك من بره. فلما انت بتشرب ميه كتير بيحصل غسيل للاملاح دي، والاملاح دي بتخرج من جسمك، فجسمك بيجي له نوع من انواع الجفاف والهيدريشن حتى بعد ما بتشرب الميه. نصيحه يا جماعه، شوفوا ناس تتابعوا معاهم صح عشان ما تاخدوش الكلام مصدق بيه. اقروا واعرفوا انتوا بتعملوا ايه في جسمكم. اشوفكم على خير المره الجايه. دعواتكم لاهلنا في فلسطين، واللهم انصرهم وثبت اقدامهم واحملهم واشفي جرحاهم وارحم موتاهم واسترهم وامن روعاهم واطعم شائعهم. كل سنه وانتم طيبين. داخل على رمضان، تصدقوا فإن خير الصدقة المخفية. السلام عليكم.